السلام عليكم. النهاردة هنقفل مع بعض الطقم اللي احنا قصيناه المرة اللي فاتت، وهنبتدي نقول بسم الله. هو ان شاء الله الطقم سهل وجميل، وهوريكم طريقة سهلة لتقفيل الكرانيش. انا كده قفلت دي. طبعا انا ما عملتش اوفر علشان اوريكم ان انتوا ينفع تشتغلوا على اي حاجة. طبعا انا بحب اوصل كده الوصلاتي من النص عشان يبقى كل حاجة ماشية مع بعضها، وخياطاتي مظبوطة ما فيهاش خياطة رايحة وخياطة جاية. بسم الله. دي الكورنيشة او الوصلة اللي هتبقى تحت الكورنيشة، تمام. انا كده هبتدي اثبتها. اخلصها وارجع لكم تاني. انا كده قربت اخلص، بس حبيت اوريكم حاجة. هو ده السنتي اللي فرق معانا واللي احنا بنحافظ عليه وعايزين نطلعه مظبوط في الوصلة بتاعتنا. والجنب التاني نفس النظام عشان وصلاتي يبقوا قصاد بعض، تمام. كده خلصت وصلاتي. هبتدي بقى ايه اثبت كرانيشي. دي كورنيشة طايرة من فوق تحت القرصة بتاعت الملاية على طول، وعندي كورنيشة تحت اهي في الطرف الحتة السادة. يبقى كده اصبح السادة في النص. طبعا انا في طريقة ان انت تعملي الكرنشي ده لوحده، الكرنشي ده لوحده، وتركبي ده وبعدين تركبي ده. سهل، اللي يعجبك اعمليه. وفي برضو طريقة ان انت بعد ما بتقفلي الملاية بكرانشها بكل حاجة بالكرنشي ده، وبتحطيه لطش من بره بس على المقلوب كده اهو، بتخيطيه كده على المقلوب وبترجعي ترديه تاني كده على وش الملاية. حلوة. يعني انت معاكي 3 طرق. طريقة ان انت تلطشيها على الملاية من بره في الاخر خالص في الفينش الاخير، والطريقة التانية اللي انت ممكن تكسري ده لوحده وده لوحده وتشبكيهم في بعض وتركبيهم. والطريقة اللي انا بعملها اللي انا مختصرة فيها الطريقتين التانيين. انت الطريقة اللي تلاقيها سهلة معاكي طبقيها واعمليها. ونقول بسم الله. طبعا احنا بنسيب اول حاجة 20 سنتي، تمام. وهنقول بسم الله وهنبتدي نكسر بقى. بصوا كسراتها جميلة جميلة جميلة. يا ريت تجربوها، ولو جربتوها وطبقتوا الطقم ده يا ريت تبعتولي الصور بتاعت الشغل بتاعكم. هكمل بقية الكورنيش على كده وارجع لكم في المرحلة الجديدة. خلصت كده الكورنيشة بتاعتي، هبتدي اركب معاكم الكورنيشة اهي. بصوا شكلها تحفة، بسم الله ما شاء الله. بصوا طبعا انا فكيت كام واحدة علشان انا كسرت كتير، تمام. انتي لو حصل معاكي كده فكي، واللي تفكيها ترجعيها بس على اصغر، تمام. علشان احنا بنمشي بالمقاس مش بنمشي عشوائي كده، لازم نظبطها الاول. يعني عايزه اقولك ان انتي لو حصل معاكي اي حاجه زي كده، كسر كتيره كسر قليله، تحاولي تتصرفي وتشغلي نفسك. لو قليله تكتري، لو
كتيرة تفككي وترجعيها صغيرة، يعني تحاولي تتصرفي، ما تقوليش ان هي باظت وتقفي كده وما تشتغليش. وبتمشي على الخياطة اللي انت عملتيها. اهي الواحدة اللي انا بكلمكم عليها انا فكيتها من هنا، بس هرجعها صغيرة علشان ما يبقاش المكان بتاعها فاضي. نعمل واحدة تاني قدامكم اهو. هفكها كده، لو معاكي قصافة، طبعا القصافة مش جنبي دلوقتي، على طرف المقص وتفكي كده. تمام، هاجي ناحيتها كده واروح رافعاها كده اكني ما خدتش حاجه. اي نسله اي حاجه كده بتطلعيها بره علشان الشغل بتاعك يبقى نظيف. مش عايزين نسل ولا فتل ولا اي حاجه في الطقم بتاعنا. وهنا برضو انا كنت عامله واحده هلمها على صغير، وهكمل بقى طول ما انا ماشيه على نفس النظام، واخلص واوريكم بقى. تمام، انا كده خلصت. هنبتدي بقى نعدل كده ونشوف النتيجه مع بعض. النتيجه بسم الله ما شاء الله، شغل فاخر من الاخر. متنسوش اللايك، سبسكرايب، شير. ابتدي واستفيدي، دعوة حلوة من قلبكم. لو انتي مش محتاجة الفيديو ده، ممكن يكون حد تاني محتاجه، ويكون مصدر رزق ليه، وكون انتي السبب، والدل على الخير كفاعله. بشكركم جدا جدا، واستنوني لغاية اما اعملها لكم اوفر. كده انا هركب الفل بتاعي اهو. تمام، ده كده الفينش الاخير.